سارتر ما كدبش لما قال الجحيم هم الآخرون. هو ما كانش يقصد بيها إن الناس أشرار، كان يقصد إن الجحيم الحقيقي هو إنك تكوني مجرد أداة لتلبية رغبات الآخرين خوفا من جحيم نظرتهم ليكي. طب إزاي نتخلص من الجحيم ده؟ إزيكم؟ أنا نيهان وده بودكاست ليمونادا. أنا عملت البودكاست ده عشان أساعد البنات إنها تطور من ذاتها بعيدا عن التنمية البشرية المزيفة، وإن يكون عندهم وعي. الأول لازم نعرف هو إحنا ليه مش بنعرف نقول لأ عشان نعرف نحدد الحلول الواقعية والصح. في بعض المجتمعات الولد لو قال لأ بيتقال عليه شخصيته قوية وراجل، البنت لو قالت لأ بيتقال عليها عنيدة لسانها طويل ما بتسمعش الكلام. البنت بتتربى على إن رأيها الشخصي ده قلة أدب. البنت بيتم تدريبها اجتماعيا إنها تكون صانعة السلام في البيت، هي اللي لازم تستحمل وتيجي على نفسها وتتنازل عن حقوقها، وعشان ما تزعليش بابا واخوكي وخطيبك عشان تكوني البنت العاقلة. البنت بتكبر وهي حاسة إنها مش هتحس بقيمتها ولا هتاخد الحب غير لو كانت مفيدة وبتلبي طلبات الكل. أنا بضحي إذا أنا موجودة. لو البنت فكرت تقول لأ في حاجة تخص راحتها، ضميرها بيأنبها فورا ويقول لها انتي أنانية، انتي مقصرة، فبتستسهل وتقول عشان تخلص من إحساس الذنب ده. الأم في بيوت كتير بتكون هي النموذج للست المضحية المستسلمة، هي اللي بتيجي على نفسها عشان ترضي الكل. البنت بتكبر تشوف أمها ما بتعرفش تقول لأ لأبوها أو لأهل جوزها أو حتى لطلبات الولاد المستنزفة. الأم هنا بتستمد قيمتها الوجودية الوحيدة من حجم المعاناة والألم والتنازلات اللي بتقدمها. ولما البنت ترفض تلعب نفس الدور، الأم بتحس بدون وعي إن رفض البنت هو إهانة لتاريخ الأم وضياع عمرها كله، فبتستخدم الابتزاز العاطفي، القمص، الزعل، الشكوى من المرض كأداة لإجبار البنت على الاستسلام عشان ما تطلعش أحسن منها أو حتى مختلفة عنها. الابتزاز العاطفي ده بيخلق جوه البنت رعب من إغضاب اللي حواليها. البنت بتحس إن لأ بتاعتها دي قلة أدب وإنها سبب تعس وشقى أمها، فبتتنازل عن رأيها عشان بس تشوف أمها راضية عنها وما بتعيطش أو مش زعلانة. لما البيت والمجتمع بيبرمج البنت إن راحة الذكور أولوية، هي بتطلع للمجتمع فاقدة غريزة الرفض، مستعدة تعيش حالة عبودية لأي راجل تقابله في حياتها لمجرد إن كلمة لأ اتحولت جواها لجريمة. كتير من البيوت بيعبروا عن حبهم لبناتهم بطريقة مشروطة، أنا بحبك طول ما انتي بتسمعي الكلام وما بتعمليش مشاكل. البنت هنا بتفهم إن حب أبوها ليها مش مضمون، وإنه ممكن ينسحب في أي لحظة لو قالت لأ أو اختارت حاجة على مزاجها هي. وعشان ما تخسرش الحماية والدعم والسند ده، بتضحي برأيها وطلباتها وتوافق على طول. كل ده بيخلق في البنت شعور بعقدة الذنب، ضعف الهوية، متلازمة إرضاء الجميع. طيب وإيه هي الحلول؟ البنت اللي ما بتعرفش تقول لأ لصاحبتها لخروجة أو طلب منها، هي مش بتخاف ترفض عشان الطلب نفسه، ولكن عشان خايفة من غضب وقمص وزعل صاحبتها منها. لازم تفهمي إنك مسؤولة عن أفعالك انتي وبس، مش عن ردود أفعال الناس. طالما قلتي لأ، زعل الطرف التاني أو غضبه ده مشكلته هو، مش مسؤوليتك انتي. الشخص اللي دايما بيستخدم الغضب، الزعيق، القمص كسلاح عشان يضغط عليكي انك توافقي، ده اسمه ابتزاز عاطفي. عشان كده اللي يزعل منك عشان رفضتي وقلتي لأ، اياكي انك تجري وراه وتعتذري وتصالحيه. سيبيه ياخد وقته في الزعل، سيبيهم يكتشفوا ان سلاح القمص والغضب ما بقاش يجيب نتيجة معاكي، وانك بني آدمة وعندك حدود لازم هم اللي يحترموها. العلاقات الإنسانية مبنية على فكرة الاحترام المتبادل، مش الابتزاز أو الاستغلال. انتي لما بترفضي طلب انتي بترفضي الفعل مش الشخص نفسه. في الفلسفة في مفهوم ان الانسان يكون هو المحرك الاساسي لافعاله وقراراته. انا ارفض لانني اريد الرفض. يعني لما صاحبتك تطلب منك انك تسلفيها فلوس او مكياج او لبس وانتي مش موافقة، لازم تفهمي الشخص اللي قدامك انك بترفضي مش عشان انتي مش بتحبها او مش غالية عندها، ولكن بترفضي الطلب نفسه لأنه مش مناسب لظروفك أو طاقتك أو حتى مش هيخليكي مرتاحة. يعيدوا نفس الطلب، يعيدوا نفس الكلام،
تعيدي نفس الجملة تمام، بس أنا برضو مش هعمل كذا. يعني أوقات كتير جدا لما كان حد من صحابي يطلب مني مكياج بتاعي، أنا كنت من جوايا بتضايق جدا لأني بتقرف من إن حد يستخدم حاجتي الشخصية، أو لما حد يطلب مني إنه يشرب من إزازة المية بتاعتي أنا كنت بموت من القرف وبتضايق جدا، وبضطر كل يوم أشتري مية جديدة عشانهم. في حين أنا وقتها كنت ممكن أعمل حدود وأقول لهم أنا مش هشرب حد من إزازتي، اللي عاوز يشرب يجيب مية معاه، لأني بتقرف. وقتها كنت باجي على نفسي وبحس بغضب كتير جوايا عشان بس هما ما يحسوش بزعل أو قمص، لكن أنا اتفلق عادي. فأنا جايلك من المستقبل وبقولك اوعي تكوني زيي. الفيلسوف نيتشه حذر من أخلاق العبيد. العبد في التاريخ ما كانش عنده القوة إنه يواجه أو يرفض أو يحقق رغباته، فعشان يعيش وما يحسش بالإهانة عقله الباطن اخترع حيلة نفسية، بدأ يحول صفات الضعف لقيم أخلاقية عظيمة. الخوف وعدم القدرة على المواجهة سماها طيبة وتسامح، الاستسلام للأقوى سماه طاعة وصنع سلام، التنازل عن الحقوق سماها تضحية. اوعي عقلك يقع في مبررات وتقولي لنفسك انتي أصلا بنت جدعة وده كرم مني والناس لبعضها وده ثواب وأنا بحب أساعد غيري. الكرم والثواب ده هو إنك بتساعدي حد وانتي من جواكي مرتاحة، عندك فائض في الوقت والطاقة تعملي ده بحرية كاملة. لكن التضحية المزيفة اللي بتعمليها وانت خايفة وانت مضغوطة وانت قلقانة وجواكي غضب لمجرد انك مكسوفة تقولي لأ، ده مش كرم منك ولا حاجة. الكرم الحقيقي بيجي من الزيادة اللي عندك مش من الأساسيات بتاعتك. ما ينفعش تتبرعي بدمك كل لحد ما تموتي عشان تقولي أنا كريمة. هنا انت مش بتضحي لأنك كريمة، انت بتوافقي وتقولي لأنك أضعف من انك تواجهي عواقب كلمة لأ. صوني وقتك ومصلحتك وصحتك النفسية، لأن دي مش أنانية، دي اسمها أمانة لازم تحافظي عليها. هل الأفضل إن احنا نفهم اللي قدامنا احنا ليه بنرفض ولا نرفض وخلاص؟ في دايرة القريبين منك انت بس محتاجة تفهميهم انك بترفضي ليه، تشرحي ليهم مرة واحدة بس. يعني مش كل مرة صاحبتك أو أهلك يطلبوا منك حاجة وانت ترفضي ويسألوكي ليه فتفضلي تشرحي كل مرة موقفك. ده غلط. المفروض انك تشرحي مرة واحدة بس وبعد كده تثبتي على موقفك من غير ما تدخلي في جدال أو تبرير متكرر، لأن كتر الشرح بيتحول لدفاع عن النفس وكأنك متهمة، وبيفتح الباب للي قدامك إنه يناقشك في حدودك أو يضغط عليكي بالابتزاز العاطفي عشان تراجعي رأيك وتوافقي في الآخر. لكن وحطي تحت لكن 1000 خط. حد من قرايبك أو صحابك المؤذيين بيعلق على لبسك، شكلك، تصرفك بطريقة فيها تريقة أو تقليل أو تنمر. الرد هنا مش إنك تتعاملي معاه باحترام، لأنه أصلا ما احترمش نفسه عشان أنت تحترميه. لأن الناس دي أنا اتعاملت معاهم، وطول ما الواحد بيرد باحترام هم بيقلوا أدبهم أكتر. الرد الصح إنك ما تضحكيش ولا تتوتري، بصي في عينه بملامح حادة جدا من غير ابتسامة من غير مجاملة، وقولي أنا ما بسمحش لحد يكلمني بالطريقة دي، أو إن رأيك أصلا مش مطلوب. اشمعنى في الوقت ده جاي تقولي جملة زي دي؟ لما حد يقلل منك وسط الناس ويكون قاصد يكسفك لازم انتي تكشفي نيته قدام نفسه. أنا إنسانة واقعية وهقولك إنك في الأول مش هتقدري تقولي مرة واحدة لأ كده، لأن عقلك وجسمك لسه في الأول مش متعود. فالأفضل إنك تستخدمي التأجيل، يعني تقولي للشخص اللي قدامك أنا هفكر في الموضوع وهبقى أرد عليك، وعشان أنا عارفة إن في ناس رخمة ممكن تضغط عليكي أكتر وتقولك لأ ردي دلوقتي. فأنتي لازم تكوني باردة وتثبتي على موقفك وتقولي بكل هدوء وابتسامة أنا قلتلك إني هفكر في الموضوع وهبقى أرد عليك. أسلوب التأجيل ده هو أذكى حيلة نفسية، لأنه بيديكي وقت تفصلي فيه عن ضغط الشخص اللي قدامك وتفكري بعقلانية من غير ما تقعي في فخ الحاضر والنعم السريعة اللي بتندمي عليها بعدين. انت كده بتفردي رأيك وحدودك غصب عن عين أي حد. اسألي نفسك هو أنا هخسر إيه لو قلت دلوقتي نعم ووافقت على طلباتهم؟ هل هخسر وقتي، راحتي، صحتي النفسية، طاقتي؟ يعني مثلا كنت أعرف واحدة طول الوقت تضغط عليا في إني أقعد مع صحابها اللي أنا مش برتاح ليهم، وأنا وقتها كنت بخسر طاقتي وراحتي النفسية. في الثانوية العامة لما صاحبتي كانت بتعدي عليا في وقت الفراغ اللي ما بين درس والتاني وأنا وقتها بيكون عندي مذاكرة، هي فضلت تتمادى في الموضوع وأنا كنت بخسر وقتي ومصلحتي ومستقبلي. أوقات كتير بنقول عشان نشتري خاطر الناس، بس بنكتشف في الآخر إن التمن كان نفسنا. الناس للأسف لما بتلاقيكي متاحة ومستباحة وبتوافقي طول الوقت بتتعود على كده، ومش هيحسوا بيكي ولا
هيعوضوكي عن أي حاجة. لازم تتكلمي وتقولي لأ وتحطي حدود تحت أي مسمى. أوقات بنخاف نقول لأ عشان تعريف نفسنا قدام الناس، عشان خايفة من صاحبتك إنها تفهمك إنك غيرانة منها ولا حاجة عشان مش عايزة تديها الشيء اللي هي بتطلبه، أو إن مامتك تقول عليك إنك قليلة الأدب عشان مش عايزة تخدمي في أخوكي أو تعملي اللي هي عايزاه. بس في الحقيقة انتي مش مسؤولة عن الأفلام اللي الناس بتألفها في دماغها، ولا مسؤولة عن التفسيرات الغلط اللي هم بيفسروها بناء على عقدهم هم. لو انتي رفضتي طلب لصاحبتك وترجمت ده فورا في دماغها على انك غيرانة منها، فالحقيقة ان المشكلة عندها هي مش عندك انتي، وهي مستنية اي موقف عشان ترمي عقدها النفسية عليكي. لازم تفهمي ان لو الرفض العادي بيبوظ الصداقة، يبقى دي ما كانتش صداقة اصلا، دي كانت علاقة منفعة. لما تبدأي تقولي لأ للناس، هتبدأ بالتشكيك في نيتك وتشويه سمعتك قدام نفسك. انتي أنانية، انتي غيرانة، لسانك طويل، انتي إنسانة معقدة. كل دي أسلحة نفسية بيستخدموها عشان يخلوكي تتهزي قدام نفسك وتحسي بالذنب، فترجعي تقولي حاضر ونعم. سيبيهم يترجموها بالطريقة اللي تريحهم، الناس كده كده هتتكلم. لأن دي ما اسمهاش أنانية، دي اسمها أمانة لازم تحافظي عليها.